اسمحوا لي اولا بكل ترحاب احيي اخي العزيز الاستاذ فتحي فرغلي رئيس الاتحاد العام للكشافه والمرشدات. تحيه لي جميعا. الاخ العزيز الدكتور عاطف عبد المجيد الامين العام للمنظمه الكشفيه العربيه، نرحب بيه جميعا في بلده الثاني مصر. الاستاذه ايمان عبد الجابر مدير عام اداره الشباب مجلس قومي للشباب. استاذي العزيز الاستاذ عبد الملك الزيني رئيس جمعيه رواد الكشافه، نرحب بيه جميعا. عايز اقول لكم ان انا سعيد جدا باللي انا شفته النهارده في احتفاليه الكشافه والمرشدات بالثوره المجيده ثوره 25 يناير. بجد من كل قلبي اسمحوا لي وباسمكم جميعا انا احيي المشرفين على هذه الاحتفاليه على رسول الاستاذ محمد جمال، بنرحب بيه وبنحييه جميعا، ومعاه الاخوه طبعا المساعدين ليه بالنادي، برحب برضه بيهم وبشكرهم جدا على الاحتفاليه الجميله اللي احنا شفناها. اسمحوا لي واسمح لي اعضاء مجلس الاداره الكرام الموجودين معانا، انا بهدي الثلاثه القاده المصابين من ثوره 25 يناير العضويه الشرفيه للنادي، ان فعلا دي حاجه شباب مشرف جدا. انا سعيد جدا ان انا التقيت بيكم النهارده، وحاجه فعلا بجد بقول لكم انتوا حاجه فعلا نموذج مشرف فعلا لشباب مصرنا العزيزه. بشكركم جميعا وبتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله بناديكم نادي حلوان العام. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا السيد المحاسب محمد الشربيني رئيس مجلس إدارة النادي. والآن مع كلمة عزيزة علينا جميعا مع الدكتور عاطف عبد المجيد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، فليتفضل. شكرا جزيلا أخي العزيز محمد جمال، أخي وصديقي وزميل الكفاح الأستاذ فتحي محمود فرغلي، الأستاذ العزيز الذي يفتح قلبه ويفتح صدره للكشافة دائما، القائد الأستاذ المحاسب محمد محمود الشربيني، الأخ العزيز الحبيب برضو المحاسب القائد عبد الملك عبد الفتاح الزيني، وحيوه بتحية الكشافة اللي هو بالنسبة لنا الرئيس المناوب للاتحاد الكشفي للبرلمانية العرب. الأستاذة القائدة الكبيرة في كل الأحوال، كبيرة في المقام وكبيرة في الأداء، القائدة فوزية، أختنا المرشدة القائدة الأستاذة إيمان عبد الجابر، أحبابنا وأهلنا في مصر المحصاة وفي حلوان اللي بنعتبرها قلب العطاء في مصر. إحنا سعداء بأنه نكون معاكم هنا، ومعانا كوكبة من ضيوفنا، معانا أخونا برونو من المكتب الكشفي العالمي، هو مسؤول عن الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية. معانا من ماليزيا، وكلكم بتعرفوا ماليزيا ومدى حب الماليزيين لمصر، الداتو دكتور توماس شي وحرم الدات الإيلين، هو رئيس المؤسسة العالمية للتدريب والتنمية، وهو أحد الداعمين للكشافة في صندوق التمويل الكشفي العالمي. معانا أخ عزيز وصنو لأنه بلده برضو قامت بثورة مثل التي قامت بها مصر الحبيبة من ليبيا حرة، أخونا المهندس علي بقيبي مدير مركز اليوم العالمي. ومعانا أختي القائدة ليلى علم الدين مديرة الإعلام والاتصال في المنظمة الكشفية العربية. إحنا بنقول لكم بنبارك لكم الثورة العظيمة، وبنبارك لكم من مولد النبي الشريف، وبنقول إن شاء الله كل أيامكم تكون أعياد، وبنقول إنه مصر دائما هي معطاءة وهو بتعلم الناس إن شاء الله. دائما أنتم في غمة وفي ذروة تنام الأمة إن شاء الله، في الأحداث وفي الأفعال وفي الأنشطة وفي الكفاءات. بنتمنى لكم كل المحبة
وكل ما نجي إن شاء الله نلقاكم إن شاء الله عامرين، ونلقى إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى حلوان هي دائما شايلة اسمها. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وجعل الله كل أيامكم إن شاء الله أعياد. شكرا دكتور عاطف الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية. والآن مع كلمة الشباب الرياضة والأستاذة الفاضلة التي شرفتنا اليوم الأستاذة إيمان عبد الجابر مدير عام الهيئات بالمجلس القومي للشباب. نحييها جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة مبسوطة جدا، يعني مش بس عشان إحنا في الكشافة، لا حاسة إحنا ثورة الربيع العربي زي ما بيقولوا. ليبيا معانا وضيوفنا الأجانب، وأنا شرف ليا إن أنا بنتمي للكشافة والمرشدات، وحظي الحمد لله إن أنا اشتغلت في مكان شغلي أخدم الكشافة والمرشدات، وربنا يقدرني وأعمل أي حاجة وأقدر أساعدكم، وأنا تحت أمركم في أي حاجة. متشكرة جدا. شكرا، واحنا ايضا سعداء بتشريف حضرتك لنا. كلمة الاستاذ عبد الملك الزيني رئيس الجمعية المصرية لرواد الكشافة والمرشدات. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلاما على انبياء الله ورسله وعلى خاتمهم سيدنا محمد. يعني شرف لي ان انا اشارك مع ولادنا واخواتنا كل الكشافة والقيادات المصرية في هذا اليوم الطيب الجميل. وده اللي بيقول حاجة واحدة، ان الكشافة المصرية جزء من المجتمع المصري، وشاركت في الثورة الطيبة اللي قامت لصالح ولادنا ابناء مصر، والهدف واحد، ان الوطن يرجع لولاده ويديلهم كل الخير والتنمية. اتمنى لكم كل التوفيق والسداد، ونحتفل بعد 10 سنين باستمرار هذه الثورة ونجاحها، والكشافة في مقدمة المحتفلين والمشاركين في نهضة وطننا العظيم مصر والأمة العربية الكريمة. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا كلنا إن شاء الله. اليوم نحتفل بالكشافة وثورة 25 يناير. هناك جهد كان يتم في الخفاء من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات منذ اندلاع الثورة 25 يناير. فتفضل السيد الأستاذ فتحي فرغالي بإعداد غرفة عمليات بمبنى الاتحاد، وكان يوميا يتصل بجميع الخطوط. والآن كما رأينا في المعرض الخاص كان يشترك من الكشافين على الفيسبوك أكثر من 40,000 كشاف. يوم 28 يناير تم إلقاء القبض على مجموعة من الكشافين من ميدان التحرير، وتدخل السيد الأستاذ فتحي فرغالي رئيس الاتحاد وتم الإفراج عنهم بمجهوداته الشخصية. لم يكتفي هذا الجهد فقط، بل شارك في الثورة أكثر من 12,684 حضروا 18 يوم متصلة. عدد المصابين 464 من الكشافين، عدد الشهداء 6. وقام سيادته مشكورا بتكريم جميع المصابين والشهداء. هذا الجهد من رائد الحركة الكشفية المصرية، والذي يحادثنا الآن الأستاذ الفاضل والمعلم الكبير الأستاذ فتحي محمود فرغالي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على أشرف المبعوث خلق الله، وهو سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا مش عايز أعدد ولا عايز أقول حاجة، أنا بس بقول لكم وبقول للنادي المضياف ده احنا شاكرين جدا جدا جهوده، وشاكرين لمجلس ادارته ان هو بيفتح لنا صدره. مش بس الاحتفاليه دي، احنا كان عندنا احتفاليه من شهرين بوقفه عالميه ضد الفقر، ويمكن حزنا على اعلى رقم عالمي تم، وده كان بفضل برضه نادي حلوان العام. وشكر خاص لمحمد على جهده ويعني والجهد اللي بذله. شكر كبير جدا 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 لكل كشاف ومرشده جم من اي حته في مصر لغايه هنا في منطقه حلوان لمشاركه المصريين كلهم بالحفل الرئيسي للكشافه، واحنا بنعتبر ده هو الحفل الرئيسي للكشافه. الكشافه عملت عده فعاليات وهتعمل عده فعاليات، سواء كان في اسكندريه كان عندنا 1000 كشاف وشويه مع القوات البحريه في الميناء الشرقي
عاملين احتفاليه ضخمه جدا بمناسبه ثوره 25 يناير. بكره ان شاء الله في القليوبيه عندنا احتفاليه كبيره ايضا. يوم 25 كل مصر، كل كشافه مصر شاركت في حمايه ودعم الاثار في جمهوريه مصر العربيه. انا بشكر الساده رواد الحركه الكشفيه الافاضل اللي شرفونا النهارده، وعلى راسهم الحاج عبد الملك الزيني. بشكر المنظمه الكشفيه العربيه على يعني مشاركتها الدائمه للاتحاد والدعم الاتحاد بقياده الدكتور عاطف عبد المجيد ابن مصر اخر، يعني ابن النيل. هم بيشربوا واحنا بنشرب من النيل واحد، خلوا بالكم. وضيوفه الكرام، اذا كان لو ان انا بعتبر الليبي اللي معانا ده مش ضيف، الليبي ده ومصر والسودان للعلم يعني هي الوحده الثلاثيه دي اللي كانت دايما يعني ذخير خير علينا. فانا بشكر علي الرقيبي على وجوده معانا النهارده، ست ليلى علي الدين طبعا، سيد كاتو وزوجته، وبرونو مدير الاعلام في المكتب الكشفي العالمي. وباسم مجلس الاداره وباسمنا جميعا اتفضل، وباسم الاستاذه فوزيه توفيق بنكرم الاساتذه الضيوف. فهنعطي لهم الميداليه بمناسبه مرور 90 سنه على الكشافه المصريه. وهذه الميداليه هي يعني تذكار جاي من سك العمله المصريه، بدا يعني ليها مغزى مصري وكشفي في نفس الوقت. فاتفضل علي، اتفضل. علي شكرا شكرا يا علي. برونو ست فوزية، هو بيحب الستات هو. ثانك يو برونو، ثانك يو. مستر كاتو هو اسمه داتو، مستر داتو، مستر داتو إيمان عبد الجلال، عشان مراته تغير منك ان شاء الله، مش هتروحوا النهارده. شكرا، الف شكر شكر شكر. ياس فتحي حرم كاتو انت برضه، انت برضه. ده ايلين، ده بن ايلين. ياس اما طبعا الاستاذه ليلى بجهودها الكبيره ان شاء الله ربنا يبارك لنا فيها. وانا بشكر الاستاذه سوزي، قائده سوزي، وفرقه ولادي وبناتي من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي جم شاركونا النهارده وادونا دعم كبير. انا نفسي اتفرج على الفرعوني اللي هم جايبينه. تعالوا اطلعوا قدام بالفرعوني، يلا يلا تعالوا فرجونا الفرعوني. نحييهم جميعا. جميل، زي جميل جدا جدا، جميل جميل. شكرا شكرا لكم. يا سيدي، يا الفلاح المصري ده الفلاح، ودي النوبيه، يا سلام يا سلام يا سلام. وده ابن البلد الكبير، ده ابن البلد الكبير، ده ابن البلد. يا ودي مصر كلها جت. مصر حي مصر كلنا، نسقف لمصر كلنا. مصر كلها جت. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. سلموا سلموا سلموا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا سيدي، اهلا وسهلا. وشيخ وقسيس وكويس. الوحده الوطنيه. الوحده الوطنيه، الحمد لله الحمد لله. انا طبعا بشكر الساده اعضاء مجلس الاداره ورؤساء مجلس الاداره، بشكر الست فوزيه توفيق وجمعيه المرشدات على يعني تشريفهم وجهودهم المبذول. وبقول لكم يا ربنا يجعل ده كله في ميزان حسناتكم يوم القيامه. وشكرا جزيلا وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للسيد رئيس اتحاد عام الكشافه.